عشان بس اللي يقولون قول بدون فعل. هذه كلمتنا ضبطناها، ولا هيدروجين ولا غيره. ها الحمد لله. بسم الله. تقول ما هو بوقت ايس كريم. ايس كريم لا اله الا الله. شبوا عليه الشباب يقولون لازم تسوي لنا الايس كريم. يلا نبي نسوي، عين الله، بس عاد وسعوا صدوركم علي دامكم طلبتوه اليوم، كثرت عليكم. اول شيء لازم يصير عندك مزيج الايس كريم بالفانيليا، فيه من الربيع وفي شركات ثانيه، ويصير عندك نكهه على حسب رغبك، يعني اما كاكاو مثلا كيت كات او اوريو، او تحط فواكه يعني كرز ممكن. عاد ما ادري عن الفواكه تضبط ولا لا، الله اعلم، ما جربته، لكن ممكن نجربه بعدين. وعندنا الصحن ستيل، هذا الصحن اللي انا سويت به تو. وعندنا السكاكين هذه موجوده عند حقين الادوات البناء، الحبه ب5 ريال. بسم الله. يلا هذا اول شيء. حطيت الاوريو اطحنه، خليه ناعم مره. بعد ما طحنت الاوريو اصب الفانيليا هذا. خلاص صبيت الفانيليا على الاوريو وخلطه زياده. بعد ما خلطته وانتهيت اجمعه بالوسط، وابدا احاول اخليها تنفرد هي على راحتها، بحيث انها تغطي سطح الصحن كله. نشوفها الحين صارت على كامل سطح الصحن. ترى سماكتها ما هي بشيء، يعني نص سنتي، اقل من نص سنتي، سماكته ضعيفه بالمره. عاد بدخله للفريزر وبخليه ساعه ونطلعه ويلا بهالسكين ويطلع لنا ايس كريم. سهل جدا، ما تبي شيء.